فالمهم قال لي هنروح المكتب ومش عارف ايه، فانا رحت قعدت مع الدكتور وادتني فعلا شريط دوبلاج او شريط يعني في حلقه بكار من غير صوت، فيها حركه شفايف بس كل الشخصيات. فلما اتذكر يعني انا اللي كان متولي اموري الفنيه والكلام ده وانا صغير، لان انا كنت ممثل يعني غير دلوقتي مجال الادفرتايزنج والدعايه والاعلان شاغلني شويه، انا بنظم حفلات ومؤتمرات وحاجات كده. ف قال لي يا عمرو في حد كلمني من مكتب دكتوره منى ابو النصر، فانا بقول له يا جدو مين دكتوره منى ابو النصر؟ فقال لي لا ده انت لازم تبقى عارفها، دي مخرجه كبيره وبتاع، ده هي اللي بتعمل كرتون بكار. فبقول له الكرتون بتاع رمضان ده انا الخنقه ده لا بلاش منه. عارف ليه انا كنت بتضايق من الحوار ده؟ قبل ما اشترك في العمل كنت بكار يجي الحلقه 5 دقايق، الملخص دقيقتين، هو يا اصحابي مش عارف شفتوا امبارح حصل ايه كذا كذا، تعالوا النهارده نشوف ايه اللي هيحصل. فالحلقه تبقى شغاله وتمام قوي، تيجي عند الحته ويجي اعلان. لا يا ريت اعلان، ده الحلقه خلصت هنكمل بكره وقتها خلص، ويروحوا جايبين التتر والحلقه خلصت. فانا ايه ده؟ الفضول يخليني انا عايز اشوف فما بقتش احب بقى. فلما جه قال لي جدو ده بكار، قلت له اللي ما بشوفوش فقال لي هو في حد. المهم رحت هو الحاجات دي هتشوف مونتاج مش كده؟ كده بتسجل، ممكن تمنتج براحتك. اكيد عشان لا اكيد لحد ما